بيني شغلك واظهريه بالطريقة اللي انت شايفاها واللي عايزة توصليها للآخرين، لأن مش كل الناس بتبقى شايفة بنفس الطريقة اللي انت شايفة بيها شغلك، وأوقات بتكون مش شايفاه أصلا. فاللي بيتكلم ويعرف يظهر شغله ويعرف يفرض نفسه كده زي ما بيقولوا، أو يكلم ده ويتصاحب على ده ويسأل على ده، أنا ما بقولكيش عكي مع الناس، لكن خليكي على اختلاط بانك تعرفي كل الامور الجديده، تبقى عارفه ده وعارفه ده في المكان. لو انت فضلتي هاديه جايه عشان تشتغلي بس، هيفضلوا يشيلوكي فوق طاقتك، واي شغل زياده بتشيليه انت لمجرد ان انت بتستحملي وساكته وبتشتغلي. والاهم ما تتكسفيش تطلبي بحقك. لو انت شايفه ان في حاجه تستحقيها، فلوسك، حد اتاخر عليكي في حاجه، شغلك ما فيهوش شكرا وميرسي وشكرا لمجهودك. شغلك يعني فلوس، او انك تطالبي بترقية، او انك تطلبي مساعدة من حد انت عارفة انه عنده خبرة، بيفهم اكتر، عارف حاجة اكتر، ممكن يسهلها عليكي. ما تتكسفيش حتى انك تسألي او تستفسري عن حاجات انت مش عارفاها مش فاهماها دي اتعملت ازاي، لان انا عارفة ان في ناس كتير بيبقى تقيل على قلبها قوي الطلب، او يعني بتتكسف، بتحبش تحس ان هي مثلا ضغط حد هتورطه في انه يعمل لها حاجة. بل بالعكس، هتلاقي في ناس حابة انها تساعدك على فكرة. وانت كمان لو حطيتي نفسك مكان الاشخاص دي وحد طلب منك حاجة وانت عارفة انك تعمليها، اكيد هتلاقي نفسك مش هتترددي انك تساعديه. اسمعي اكتر ما تتكلمي، لان دايما في شغلك بيكون في عصافير بتنقل الكلام، وده ممكن يعرضك لمشاكل كتير.